بيتواجد قسم اللغات الشرقية بكلية آداب، أحد الأقسام الهامة بالكلية، يتضمن عدد من اللغات الشرقية. وحول هذا القسم والصعوبات التي قد تواجه الطلبة في الدراسة، كان لنا هذا اللقاء مع الزميل ماجد كشك ودكتور مصطفى فؤاد، أستاذ اللغات الشرقية بكلية الآداب. حول اللغات الشرقية وأهميتها يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة دمنهور. أهلا بك يا دكتور معنا. اهلا بحضرتك يا سميك، ازي سعادتك؟ اهلا بحضرتك. أهمية دراسة اللغات الشرقية. الحقيقه احنا هنا ممكن نتكلم على جزئيتين. الجزئيه الاوليه هي سهوله اللغات الشرقيه وسهوله دراستها وخصوصا اللغه التركيه. الجزئيه الثانيه هي مجالات العمل بها وايه اللي ممكن فرص العمل المتاحه للغات دهيت، وخصوصا اللغه التركيه اللي هو مجال دراستي او مجال تدريسي يعني. فلو اتكلمنا على اول جزئيه اللي هي سهوله اللغه التركيه، بشكل عام كده اللغات في عندنا اربع مهارات في اي لغه في على مستوى العالم يعني لازم اتقنها. بدايه من الكتابه، تاني حاجة القراءة، تالت حاجة ايه الاستماع، رابع مهارة هي مهارة المحادثة. طبعا هو بالترتيب كده، لو احنا اتكلمنا على اول مهارة هي اسهلهم اللي هي القراءة، ثم يليها الاصعب شوية اللي هي الكتابة، يليها الاصعب شوية اللي هي الاستماع، اللي انا اسمع فافهم. اخر مهارة اللي انا طبعا اي طالب او اي دارس للغة بيحب ان هو يوصل لها، ان هو يقدر يتكلم اللغة ديت اللي هي المحادثة. بيخدم عليا او بيساعدني في الاربع مهارات دول، في ان انا اقدر اوصل فيها لمستوى كويس. حاجتين: هو حفظ كلمات كتير، وان انا اقدر افهم القواعد واقدر اطبقها. طيب احنا دلوقتي بنتكلم بقى على بشكل خاص اكتر على لغه معينه من اللغات الشرقيه. لو اتكلمنا على اللغه التركيه اللي هي مجال تخصصي، اللغه التركيه هي لغه سهله جدا ويسهل على اي حد دراستها. يمكن في غضون 6 شهور هيقدر يتكلم لغه تركيه، ولو قلنا اتقان تام ممكن في سنه او اقل من كده، طبعا وفقا لكل واحد قدرته على حفظ كلمات او قدرته على فهم القواعد او التطبيق او كده. طيب اللغه التركيه هي لغه نمطيه. بمعنى ايه نمطيه؟ ان هم ما عندهمش شواذ. وده بيسبب سهوله كبيره لدارس اللغه التركيه، ان هو اللغه كلها ما فيش بقى كلمات شاذه وكده زي بعض اللغات الاخرى، فده بيسبب سهوله كبيره في اللغه التركيه. تاني حاجه، اللغه التركيه ما فيهاش احرف سايلنت او اللي هي احرف لا تنطق. فكده احنا لو بنتكلم على بعض الكلمات في لغات اخرى بتلاقي ان الكلمه طويله قوي واللي بيتنطق منها نصها تقريبا. فطبعا الموضوع ده بيسبب سهوله كبيره جدا للغه التركيه، ان هي ما ينطق يكتب وما يكتب ينطق، فده بيسبب سهوله بالغه للغه التركيه. ثالث حاجه ورابع حاجه من سهوله اللغه التركيه مرتبطين ببعض بشكل كبير، وممكن نطول فيهم سنه صغيره يعني لاهميته. الحاجه الثالثه اللي هي بنتكلم على ان نسبه كبيره جدا من كلمات اللغه العربيه موجوده في اللغه التركيه. يعني اللغه التركيه بتستخدم نسبه كبيره جدا تكاد تصل الى 40 ل 45% من كلمات اللغه التركيه هي عربيه الاصل او لغه عربيه. اضف الى ذلك سعادتك اللي هي بعض الكلمات من اللغه التركيه اللي احنا بنستخدمها في لغتنا العربيه او تحديدا اللغه المصريه او اللهجه المصريه يعني، ودي حوالي 5%. فكده عندنا حوالي 40 او 45 و5% من كلماتهم هم احنا بنستخدمها. كده عندنا التوتال كله حوالي 50% كلمات مشتركه بين اللغه العربيه واللغه التركيه. قد ايه بيسبب سهوله كبيره جدا في اللغه ديت لدارس اللغه ديت. طب في بقى نقطة يعني أي حد يسمع كده يقول لك طب في نص كلمات ما بيننا وبينهم مشتركة، يعني المفروض ان انا افهم على الاقل نص اللغة. انا ما حد تركي يتكلم، لو انا مش متخصص او انا ما بعرفش لغة تركية، اي حد تركي يتكلم مش بفهم منه ولا كلمة. وبالعكس لو هم احنا اتكلمنا قدامهم ما يفهموش مننا ولا كلمة. طب ليه؟ السبب بقى في النقطة رقم 4 اللي هي بنقول اللغة التركية خاصية رابعة في سهولة اللغة التركية، لغة لواحقية. يعني ايه لغة لواحقية؟ يعني انا عندي كلمة، اصل الكلمة ممكن يكون لغة عربية الاصل ده، بحط له لاحقة تركية فبيغير لي من شكل الكلمة، فانا مش بفهم هو بيقول ايه ولا هو بيفهم انا بقول ايه. ناخد مثال على كده، في عندنا مثلا 3 كلمات لغة عربية جايين من اللغة العربية. لو قلنا مثلا كلمة كتاب، كلمة قلم، كلمة دفتر. ال3 كلمات دولت، كتاب يعني كتاب، ودفتر اللي هو كراس او دفتر، وقلم اللي هو القلم. طيب لو انا جيت اتكلمت مثلا وقلت كتابم، حضرتك فهمت حاجه؟ او اي حد مش دارس لغه تركيه فاهم كلمه كتابم يعني ايه؟ اصلا ما حسش ان هي جايه من كلمه كتاب ولا ربط الربطه ديت، لان هو سمع كلمه تركيبه كده على بعضها كتابم ما فهمش حاجه، رغم ان هي كتابم ديت عباره عن كتاب او كتاب حطيت لها لاحقه الملكيه بس اللي هي ام، فبقت كتابم يعني كتابي. نفس الكلام في دفتر، بقت دفترم يعني دفتري، فدخلت كلمه دفتر حطيت لها ام فبقت دفترم. لو جينا بقى خدنا كلمه قلم، هيبقى بالتالي قلم هيبقى ايه؟
قلمين بالظبط، قلمين. قلمين كده يعني قلمي كده. عندنا لاحقة الملكية عبارة عن إم دهيت بحط لها غيرت شكل الكلمة، فأصبح اللي بيسمع اللغة التركية دهيت ما يقدرش يفهم إن دي جاية من اللغة العربية، أو يقدر يربط الرابطة دهيت. قد كده اللغه التركيه سهله، مجرد بحط اللاحق، واللاحق دي قليله ومعروفه ومحفوظه لدارسي اللغه التركيه، بيحطها على الكلمات العربيه فبتطلع معاه الكلمه التركيه اللي في الاخر، اللي هي اصلا لو حد سمعها الاول واهله مش هيحس ان هي جايه من اللغه العربيه. مثال تاني